السلام عليكم ورحمة الله أخوتي في سوريا، وتحياتي إلكم، والله يعدي هالأمور على خير إن شاء الله. يعني العقلاء بالطائفة العلوية حكينا كتير وقليل من 14 سنة، ونبح صوتنا وطلع على لساننا شعر ونقول لهم يا أخوتنا، يا حبايبنا، يا صناصيم قلوبنا، يا عينينا، نحن أولاد وطن واحد، نحن أولاد بلد واحد، نحن سوريين، نحن ما بعرف شو، بس دق المي وهي مي. ويعني كمان يعني ما سلم، وما يعني تمنينا يكون عنا 2000 واحد من العلويين الأحرار من شقين وكانوا عايشين بيناتنا، ويطلعوا يخطبوا ويطلعوا يوجهوا رسائل للطائفة إنه نحن مزروعين بينات الشباب ولظلم آل الأسد المجرم وعصاباته. تمنينا على مر 14 سنة، بس ما في حدا رد علينا. يعني حتى هلا وقت اللي انتم عم تخطبوا وبتحكوا بتبعتوا رسائل انه ناس مثل هي ندى ومنا كتير. هذا في شاب هيك ناصح طلع كمان، شفت اليوم عم بحكي يعني، وكلامه كتير معقول، بس يعني عم نشوف انه صعب نصدقكم، والله ما في ايدنا. فنحن صعب نصدقكم. ليه؟ لاني على مدى 14 سنه صيدنايا 400 500 الف مغيب، بين طحن عظمهم وانفرم لحمهم، ومنه الطعم للكلاب، ومنه الرموا بالبحر. هدول اللي ضمن كانوا تحت ايدين سلطه الشبيحه والمخابرات وغيره. من عدا يعني حافظ بشار الاسد يعني قصف الجوامع. يعني المفروض يكون في قدسية للمساجد وبيوت العبادة تبع إن كان مسلمين ولا مسيحيين ولا يهود، ولا في إلها قدسيتها. فما احترمتوا حدا، ولا حدا احترم قدسية المساجد، ولا احترم أنه النسوان ما لازم تغتصب. يعني ولدوا بسجون بشار الأسد، ولدوا ناس مغتصبات، ما حدا بيعرف أبوه، ما حدا بيعرف من الشبيحة والمخابرات. والله العظيم هي ما يمرجي، هي قمة الرزالة، قمة الرزالة. يعني عواد انتو ما تقوموا وبتحكوا هالحكي وتقولوا عملوا، انتو عندكم كلكم سلاح، قوموا ضد القتلة، قوموا خبروا عليهم، كلهم من اهاليكم من اولادكم، كلهم من اهاليكم من اولادكم. اذا ما بدكم تسلموهم انتو على المقلية خبروا عنهم، ما بدكم تقاتلوهم انتو خبروا عنهم بدور السلم، بدور كذا بالهدوء. خافوا على اولادكم، خافوا على حالكم. انتقامنا صعب، صعب وما في تسامح بقى. فيا ويل ويله وسواد ليله. لك رب العالمين بيقول بعد ما ناس ساوي التسوية عم تطلع بتقاتل. ليه؟ ما هذا يعني بالحقيقة هي خيانة. فلذلك انتوا وقت اللي سميتوا قطاع طرق طائفة تبعتكم، فانتوا قطاع طرق، انتوا ألد الأعداء للمسلمين. ما لكم مسلمين ولا بتعرفوا الإسلام، ألد الأعداء. هي 14 سنة من عدا 50 سنة. يعني طبعا نحن من 63 والخائن تبعكم حافظ الأسد. فاليوم أفضل طريقة لكم أنتم، أنا برأيي، أنا برأيي أنتم بتعرفوا مناطق الجبال كلياتها، مناطق الجبال كلياتها، تخبروا عنهم. كلكم عم بتطالوا أكل وشرب وكل شيء عم بتطالوا له لهالكلاب هدول الخنازير. فأنتم أحرار،
أنتم أحرار، دق ساعة الصفر عند السنة بصراحة، عند السنة. ما خلينا ننسى لا أولادنا ولا بيوتنا اللي اتدمرت ولا قتلانا، ولا ننسى 60 سنة راحت، ولا هلأ عم نستذكر يلي انقتلوا بجسر الشغور بال80 بال81، واللي انقتلوا بحماة، واللي انقتلوا بحمص، واللي انقتلوا بالشام وبحلب. فما ضل مجال وما ضل عفو. فأنتوا إذا ردتوا تحافظوا على حالكم أنتوا بالقيم، تعاونوا مع الأمن، تعاونوا مع الأمن. أنتوا بتعرفوا وين عم ببركوا هالعرصات هدول والخنازير هالولاد الحرام. فحموا ولادكم وأطفالكم الصغار، لأني بشار وأنتوا وقت كنتوا تداهموا لا تسألوا. في صبايا في البيت، في أطفال ولاد صغار، فيك الصبايا تغتصبوهم، الولاد صغار تقتلوهم تذبحوهم، والكبار تصفوهم. فما تسألوا. ساويتوا بيوت السنة استبحتوها. هيك شريعتكم، هيك عقيدتكم. فلا تزعلوا مننا ونحن آسفين منكم، نحن آسفين كل الأسف منكم. أما إذا بدك تشتغلوا وتحطوا إيدكم بإيد الشباب يا هلا. بس إذا بده يضل عامكم ودائما الغدر. راحوا كتير من تركيا شباب، وراحوا من ألمانيا، وراحوا من غير دول، يرجعوا على بلادهم. واحد من بيناتهم غياس مطر، هذا الشاب الديري، صفيتوا له أهله، صفيتوا له. وراح كتير ناس اختفوا، راح كتير. فأنتوا أهل غدر، لازم ما إلكن ولا دين. فأهل غدر وأهل غش وأهل كذب وسرقات وأهل كل شيء، أهل كل المنكرات. ما عليه 14 سنة قتلتوا مننا وسبيتوا مننا قد الطوائف كلها الموجودة بسوريا، مو بس طائفتكم. فنحن عذرا منكم، عذرا منكم. قلبنا امتلأ وفاض فينا، دمرتوا بيوتنا فوق روسنا، انتهكتوا أعراضنا، قتلتوا أطفالنا، هجرتونا، ما رحمتوا فينا لا شيخ ولا عاجز ولا شيء. كأنما البلد بلادكم كالوحوش، كالوحوش، كالتتار بل أعظم. يخرب بيتكم، يخرب بيتكم على هالأمة. بس أنا دا أسأل سؤال دا أسأل. طحن العظم ليه؟ الأسيد ليه؟ قتلته ليه؟ بس لسه تسأل سؤال، ليش هالحقد هذا كله؟ بس أنا يطلع لي واحد أنا يناقشني منكم، إيش هالسبب هالحقد كله؟ إيش سبب هالحقد؟ إيش عملنا لكم لكل هالشيء؟ إن كان أنتم ولا المؤمنين بأفكار الخميني. إيش اللي عملنا لكم إياه؟ إيش اللي سويتوا؟ سيدناكم علينا 60 سنة وأمرناكم علينا. وكان واحدكم يكون في بلده كان حقه قرش مصدي، يجي على مدننا وعلى حاراتنا يساوي لنا حاله، يحكي بلهجتكم المقرفة، لهجتكم المقيتة اللي كانت تشكل رعب للسوريين. هلا صرتوا مساكين، مو هلا صرتوا مساكين. الأفضل لكم ما نضل نحكي ونضل، لأن كل ما عم نحكي عم ننشحن ونتذكر عم نريد نبيدكم كلياتكم. فمشان ما تعرضوا للإبادة بقى نهائيا، أنتم باب أولى تحطوا إيديكم إيدين الأمن العام، مثل ما كان عندنا نسين مسنة وتعاونوا معكم وتعاونوا مع الشبيحة نسين سنة، نسين. وهدول قتلهم قبل قتل الشبيحة تبعتكم والضباط اللي قتلوا واقترفوا جرائم. هدول قتلهم وإعدامهم أولى. السنة ها أنا بطلب من وقت تقوم المحاكم وبدها تعدم السني يلي شارك السلطات بقتل الشعب السني. لا انقتل علوية ولا ما تهجر علوية، أصلا ما تهجروا ولا سكنوا تحت خيمات، كانوا بدنكم. أي القرداحة وإسقيلبية وجبلة والشرقية والشرجية وكثير مناطق ما تدمرت بلادنا نحن السنة.
حاراتنا السنة ومدننا ومصانعنا ودكاكيننا وملاعبنا ومدارسنا. لك حتى مدارس سوينا معاهد بالمدارس قصفوا وقتل فيها أطفال. وجاي لك بعدين بس أفهم شيء، لك أنتوا إيش هالغباء اللي عندكم؟ إيش هالغباء؟ كل واحد بالفعل بقر نطعيلي كل واحد راس مثل راس الجحش فيه ملان تبن وخرا، ملان تبن وخرا ما خرج. نحن وصلنا له ما خرج الا على ارواحنا. لا ننباد نحن ال 15 20 مليون سني، لا ننباد ترجع الكن ولا لا الهجري، هذا الهجري يلي دقنه اوسخ من شعر شرج الخنزير. هذا الهجري الكلب اللي بيصف معه كمان جايك الدور. وحتى نحن اسرائيل ما يعملنا، نحن باذن الله بنفير واحد مليون ومليونين باذن الله عسكري يصير عنا مجند. فلا تستنوا لا باسرائيل ولا بفرنسا ولا شيء، ولا حتى بروسيا، لان هن بيخافوا من المسلمين السنه. بنرد بننبه عليكم نحن كل الطوائف، اذا بدك تحافظوا على السلم الاهلي وتحافظوا على امانكم، كل الطوائف مو بس انتم بالذات بتصيروا دليلين على الجبال. يا اما انتم الجبال عم تشكل هذا وجع راس، قسما بالله العظيم عم نوصي بجيبان DDT ومازوت وبنزين، حرق الشجر كله في الجبال، والجبال تنحرق كلياتها، حتى هالصراصير يموتوا خنقوا حرق بالجبال. انتوا الطائفة نفسهم شكلوا دليل يعرفوا شلون، بس ليكون صادق. اما اي خيانة منكم القتل فورا، لا تهاود ولا سماح لكم بقى، ما في سماح ولا في رحمة. زمان الرحمة راح. انقتلوا اولاد عنا، خلينا نقتلوا اولاد عنكم، معيب. انقتل نسوان عنا، بعدين وين صبايا العطاء؟ صبايا العطاء اللي كان منهم قناصات. لك انتم ما بتستحوا انتم؟ لك حدا بيساوي تسوية وهو قاتل برد برجع بقاتل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قتلتوا الشباب وهن برمضان، قصبتونا نكون بالجوامع بزمانه، زدتوا البراميل ونحن بقلب الجوامع، يطلع الميق ويطلع الروس ويقصف علينا ونحن بالمساجد ونحن بحاراتنا ونحن ببيوتنا آمنين. ما تركتوا شيء. عرفت علي؟ خفتوا من الله فينا أبدا أبدا، ما خفتوا من الله فينا بشيء، ما رحمتونا، ما قلتوا هالناس بزعلوك، ما كلها ليه؟ لأننا مسلمين سنة، بس لأننا مسلمين سنة. إذا نحط الحط عليكم نحن من بيدكم، حتى إنه أنتم بنظرنا مرتدين عن الدين، أنتم مرتدين عن الدين. المسيحي بنغفر له واليهودي بنغفر له، بس أنتم والشيعة لا. معلي لو كان أنا كبرت بالحكي مثل ما أنتم بتنظروا بدك تبيدوا السنة، عرفت؟ نحن باب أجدر نبيدكم. أنتم قطاع طريق عصابات من زمان، وضليتوا تسووا هيك لصرتوا بالجبال. تاريخكم معروف ومشهد له. بعدين الطائفة تبعتكم الشيوخ الأنجاس اللي عندكم أنجاس ما طلعوا، لا جبروا بخاطر السنة ولا جبروا بخاطر الشعب اللي تقتل أولاده وانتهك أعراضه، ولا أبدا أبدا. فيطلعوا كل واحد من بيناتهم كأني عم يعطي إن تنبيه، إذا بتعملوا هيك بنعمل نفهم نحن أمر رابع. بس طلعتوا اعتذرتوا على اللي ساويتوه اجتماعاتكم مع بشار الأسد ومع القتلة كلياتهم، لا أبدا أبدا. اليوم أنا بطلب من القيادة السورية في نهاية المطاف، والله يلي قام بالمؤامرة على سوريا
الإمارات بالدرجة الأولى، هالكلب محمد بن زايد يعني وجهه وجه الشيطان، هذا كلب، هذا مسعور. إذا كنا مسلم خلفيتك للصهاينة ولا أمريكا ولا أوروبا ولا غيرها، نحن أشرف منك ولك. محمد بن زايد الكلب، نحن ما بنحطك إلا مندوس عليك بالتواليت، بلوعة سائط، ما خايفين منك. كفي يلي سويته بسوريا والسودان، يا خاين، يا خاين لعروبتك، يا خاين لعروبتك، يا خنزير. انت واتباعك اللي سويته في ليبيا، واللي عم تساويه بين الجزائر وبين المغرب، واللي عم تساويه حاليا بالتآمر على سوريا مرة تانية. آمرت على تونس، آمرت على الرئيس مرسي الله يرحمه. بس ان شاء الله كيدك في نحرك، ان شاء الله مقتلك بدك تشوفه قدامك، قدامك ان شاء الله مقتلك. يا نس يا واطي، لك انت، لك اهل الشام اشراف، اهل الشام اشراف، اما انت طالع. ما نكبر بالحكي اكثر من هيك. مستواك منافق قذر، منافق قذر. ما بيهمك الا رضا الماسون تبعاتك والصهاينه، نحن ما بيهمونا، نحن ولا على بالنا. رح تشوف انت ان شاء الله، الله بيشلك وبالكعلك لسانك، ما تقدر تتكلم، ما تتحرك فيه غير عينيك. ان شاء الله اكلك وخروجك ان شاء الله ما تقدر تتحكم فيه انت. جاء الحبيب محمد نطلب من القيادة السورية قطع العلاقات مع الإمارات نهائيا، بالناقص من هيك خنزير. قطع العلاقات حتى من روسيا، روسيا لها ايد كبيرة في هالشغلة. طلبنا قبل هالمرة وجود روسيا على أساس تسليم الأسد والرجال اللي معه والشبيحة اللي معه مع الأموال. بالإضافة إذا بده قواده يضلوا هون لازم تدافع عن سوريا ضد إسرائيل. ما هو إسرائيل سوريا أرض مستباحة، وجود قوات الروسية له ثمن، يكون الدفاع عن الأراضي السورية كلياتها. هذا طلبنا. نرجع للقيادة بإذن الله. إذا ما مشي حال هدول فلول النظام وخنازير النظام، أضرموا النار في الجبال. هذا حل ولا في أرقى منه. أضربوا النار في الجبال. الله لا تصطادوهم صيد، صيد كما يفعل الصقر عندما يلقي جمرة في الأرض اليابسة حتى تخرج فريسته. أحرقوا الجبال، لكم الحق في كل شيء. أحرقوا الجبال، والله لا يتربوا في هدول الخنازير كتير. تحياتي لكم. اللهم انصرهم يا رب العالمين. انصر اخواننا المجاهدين في سوريا وفي كل مكان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. اخوتي شيرونا، شاركونا وتابعونا، وتعليقاتكم واعجاباتكم على اعلى نطاق. السلام عليكم.